اهلا بيكم فيديو جديد ويوم سعيد علينا وعليكم يا رب. النهارده بقى قمت كده، كان عندي يوم اجازه لان كان عندي حفله تخرج ابني من الكيجي. طبعا تضحكوا، لكن والله هما في المدارس التجريبيه عندنا هنا بيعملوا حفلات تخرج للكيجي، فعملوها وكمان عملوها ايه بالليل. فانا كنت واخده اجازه على اساس انها تبقى الصبح وكده، فخلاص هو اليوم بقى الصبح خلاص فاضي عندي، وبجهز نفسي بقى علشان نخرج ونروح الحفله والكلام ده. فوانا قاعده كده بشوف اللي ورايا وبتاع، لقيت حد بينادي تحت على البصل، فنزلت او نزلت ابني يعني جاب لي. وطبعا قلت الحاجات دي انا ما بستخسرش فيها فلوس، يعني الحاجات دي في البيت بصراحه. اي فين ما مشيت وفين ما رحت وفين ما جيت، لقيت طماطم كويسه بجيب، لقيت بصل كويس بجيب، لقيت رز كويس بجيب، لقيت دقيق بجيب، اللي هي اساسيات البيت يا جماعه. اساسيات البيت، لازم بيتك ما يخلاش من الحاجات دي. بيتي ما يخلاش من البطاطس، من البصل، من التوم، من الرز، اللهم بارك، من مثلا الصلصه. الحاجات دي كلها، المكرونه دايما موجوده في البيت. يوم ما خلاص تتقفل خالص، يعني ربنا يا رب ما يقفلهاش علينا ابدا، اقوم مطلعه كيس مكرونه وشويه صلصه وبيضتين مسلوقين او شويه بطاطس محمرين وخلاص. تمام. طبعا انا النهارده بقى ما كنتش عارفه اتحرك ولا انزل ولا اروح ولا اجي. فبصراحه قلت دعبس بقى في التفريزات اللي انا عاملاها، وهي اللي انقذتني الصراحه، وهي اللي مالت لي المنيو بتاع الاسبوع كله في يوم الاجازه ده. يعني يوم الاجازه ده جاي فجاه. تمام. انا مش شاريه حاجات من بره عشان اقعد بقى اشتغل فيها لباقي الاسبوع وانا في البيت بالمره. لكن اللي حصل ان انا لما فتحت الفريزر لقيت صلصه محشي جاهزه متفرزه، لقيت بصل، لقيت بسله، لقيت جزر، لقيت صلصه. فخلاص لقيت كمان مفروم، ولقيت لحمه. فقلت خلاص انا هطلع الحاجات المتفرزه دي، وهي حرفيا اللي خلتني استغل يومي صح واوفر وقتي واعمل، وانقذتني ان انا اعمل المنيو بتاع الاسبوع كامل بالمره وانا يوم اجازه. فطلعت بقى اول حاجه كده، طلعت الحاجات دي كلها في البوله اللي انتوا شايفينها ده، كيسين بصل مش عارفه ونقيت بقى البصل الكبير اللي انا شارياه يوميها، وقلت هفرمه مش هسيبه. والبصل الصغير والوسط سيبته قلت اعمله مره تانية. فجبت بقى اللحمه المفرومه ده نص كيلو، حطيت عليه حوالي نص كيلو بصل كمان، او اكتر كمان. وطبعا هعمل احلى حواوشي او مفروم حواوشي. كنت هجيب خلطة ويلز للحواوشي ما لقيتش، فجبت سايب اللي انا بحطها دي، وحطيت بابريكا، وحطيت معلقة شطة وشوية ملح. وطبعا وانا بقى بعجنه كويس كده، وفلفل اسود، آه وكمون بقى، كزبره، زي ما انت عايزه تضيفي اضافات ضيفي، بس طالما حاطه خلطه الحواوشي خلاص. عجنتها بقى كويس كده زي ما انتم شايفين، ولازم كل الحاجات دي تدخل في بعضها. افتكرت بقى ان ما عنديش فلفل اخضر، وانا بحب احط في الحواوشي فلفل اخضر مفروم. فركنت كده العجينه على جنب، قلت هبعت ابن البواب يجيب لي فلفل اخضر. فطبعا بعته، بس طلع روحي على ما جه واتاخر عليا جدا. وزي ما قلت لكم انا ملتزمه ان انا هنزل الساعه 6 علشان الحفل، بقيت اسارع الزمن كده. المهم ركنته بقى على ما يجيب، وكان عندي، كنت سلقه بطاطس الصبح عشان كان ليا مزاج بيها قوي، البطاطس مسلوقه ديت. ف نص المفروم التاني اللي انا كنت جايباه معاكم في المشتريات، حطيت عليه حبايه بطاطس كده مهروسه، وحطيت عليه بصل، وحطيت عليه خلطه كفته، وهعمل احلى كفته داوود باشا. بس خدوا بالكم بقى من حاجه، تكات كده في كفتة داوود باشا يا جماعة. كفتة داوود باشا دي يعني هي بحط عليها بيضة ومعلقتين بقسماط وبصل وبطاطس واللحمة المفرومة وخلطة الكفتة. لو في عودين بقدونس كده متقطعين بحطهم خضر. بس برضو انتوا عارفين ان طلعت الحاجات الموجودة عندي، فما كانش عندي. تمام. تمام.
امال انا عملت ايه دلوقتي؟ اهم حاجه بقى اصفي البصل كويس جدا من الكفته علشان ما تفكش مني، واخلي كميه اللحمه هي اللي سايده، لان هحط الكفته دي في دمعه. تمام، بتبقى جميله جدا مع الرز الابيض مع عيش. بصراحه يا جماعه جربوها هتعجبكم جدا جدا. وانا واقفه هنا قلت بقى ايه، انا محتاجه اعمل البسله. عملت البسله، عملت كيس وشويه جزر، وعينت كيس وشويه جزر مره تانية. فالكميه دي كبيره، كانت هتكفيني على يومين ولا حاجه. فقلت اعملها بالمره، سلقتها زي ما انتم شايفين وبدلق ميتها واغسلها كويس. وبعدين بقى ايه، قلت على ما تتسلق اكون انا سبكت تسبيكه واحده لمكرونه حمراء. هعمل النهارده مكرونه حمراء، لكفته داوود باشا، للبسله. فكل دي صلصات انا محتاجاها النهارده. فهعمل حله واحده فيها الصلصه دي كلها، وهوزعها بقى على الحاجات التانية دي، واخدين بالكم؟ وطبعا بدأت بقى وانا واقفة بحط البصل وبحط الثوم، بحط معلقة سمنة ومعلقة ايه زيت، وبشوح كده على ما تحمر شوية. اقوم انا مفتحة العيش. بعد ما عملت رغيف افتكرت ان ما حطيتش فلفل. لا يا جماعة انا بحب الفلفل، فخلاص استنيت شوية على ما اجيب الفلفل، وقلت هعمل الايه، البصل. بحط بقى البهارات اللي انا بحبها، بحط كزبرة ناشفة، بحط فلفل اسود، بحط معلقة شطة صغيرة، بحط كمون. تمام، والصلصة المتفرزة عندي اهي كيسين، طلعتهم برضو وحطيتهم. كده يا جماعة انا لا خرجت ولا رحت سوق ولا اي حاجة، وعملت ايه، منيو اسبوع كامل. واخدين بالكم انتوا من التكة دي؟ انا عايزة بيتكم يبقى كده. حتى لو انتي ظروفك على قدها برضو، كل ما ربنا يقدرك تجيبي ب20 جنيه مثلا طماطم، تجيبي ب10 جنيه بهارات، اه تجيبي مثلا ربع مفروم، اه تجيبي كذا، احسن من الفلوس. تمام تمام. هنا بقى طبعا ايه، عملت الصلصة وخلصتها، سبتها بقى تتسبك بعد ما ظبطتها بمعلقة صلصة جاهزة وملح ومش عارفة ايه. دي بقى لحمة قطع، طبق لحمة قطع كده كان عندي، قلت برضو هعمله، واعمله بشوربة كده وبصل، واحط عليه فلفل اسود وورق لورا مطحون وحبهان، واغطي عليه واسيبه يتعايش كده، واعمله بشوربه. بيبقى جميل جدا على وش المكرونه، على وش الرز بشعريه، على مثلا مع البسله، مع الخضار. اللحمه المكعبات دي بتبقى حلوه جدا 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 جوه الخضار. هي انا شارياها متقطعه كده جاهزه. زي ما قلت لكم انا عندي محل قريب مني بيبيع الفراخ متقطعه في اطباق كده، وبيبيع اللحمه متقطعه مكعبات صغيره، ومتقطعه شاورما، ومتقطعه قطع، وبيبيع الكبده برضو شرايح وبانيه وقطع، والفراخ برضو شرايح وبانيه وقطع، يعني زي ما ووراك مثلا، زي ما بقول لكم كده. فانا جبت منه دي. هنا بقى طبعا الكفته بعد ما سبتها كده تتماسك شويه مع نفسها، بعملها بقى ايه، كور صغيره كده، وبعدين باخدها اعفرها في دقيق على نشا، واحمرها واحطها في الايه، في الصلصه. خلاص كده كفته داوود باشا تبقى خلصت. اللحمه كمان اهي دخلت في سوا، هزودها ميه عشان انا عايزه لها. وبتابع بقى، بتابع الصلصه، شايفين لونها جميل ازاي، بتابع البسله، بتابع الحاجه بتاعتي. واخيرا وصل الفلفل. بس انا بصراحه اتفقعت على ما الفلفل ده جالي والله، والوقت ضيق ولسه ما حضرتش نفسي وما عملتش حاجه، محمد نام وما صحيتوش، وكانت ايه يعني مش عايزه اقول لكم. هنا بقى غسلته وفرمته وزودت اهوت على الحواوشي، وهزود كمان على الصلصه اللي انا بعملها. بحب قوي طعم الفلفل في الاكل، بيبقى رائع يا جماعه، سواء فلفل اخضر او الوان او كده. بظبط بقى الملح، وهبدا بقى ان انا خلاص كده هفنش السندوتشات بتاعه الحواوشي. الحواوشي ده اتاكل النهارده ليه؟ لان انا عندي عايزه حاجه سريعه ناكلها سريعا كده، واحنا واقفين واحنا بنلبس واحنا بنجهز نفسنا عشان نلحق نخرج. وكمان بعد ما نرجع ناكل منه برضو، يبقى جاهز يا دوب احمره كده او اعمله اسويه وناكل منه. فاحنا محتاجين كده. طبعا البسله بعد ما بتتسلق غسلتها كويس جدا جدا، وبحطها بقى في الحله، بغسل الحله كمان اللي كانت معموله فيها، وبعدين باخد بقى كبشتين كده صلصه، وبحط شويه ميه او شوربه زي ما تحبي. هنا بقى هبدا ان انا احمر كفته داوود باشا.
انا حمرت دور من غير طبعا دقيق ولا نشا، بس حاسه ان هو ممكن يفك مني. تمام، انت ما تعمليش كده، انت عفريها بالدقيق والنشا، وكتري فيها اللحمه، وقللي فيها الميه بتاع البصل، حاولي تعصري البصل كده، هتطلع معاكي مظبوطه جدا وقوامها حلو وطعمها حلو. الكفته في الصلصه يا جماعه بتبقى لذيذه جدا وجميله. هنا بقى طبعا طلعتها اهوت، وعملت بقى الحواوشي، قلت برضو اعمله وانا واقفه كده. طبعا الكفته لما تتحط بقى في الدمعه وتبرد، انا مش هفرزها، هطلعها بقى على التسخين، معاها بقى شويه رز ابيض، اللي يرجع يطبخ شويه رز ابيض على السريع، اكله مش تاخد مني دقايق. فبكده انا يعني مثلا انا في يوم رجعت كنت مستعجل، كنت مثلا ايه متاخره بره، فاولادي كده طلبوني يا ماما احنا هنتغدى ايه، طلعوا الكفته سخنوها، وانا كنت انا اصلا كنت مطلعاها قبل ما امشي، ده الكفته عندكم على البوتاجاز طالعه، سخنوها واعملوا شويه رز ابيض، او انا ممكن اعمله قبل ما امشي عادي جدا. تمام، ممكن اعمل كام رغيف برضو وافرزهم، لو حد جاي جعان ومستعجل يعمل وياكل. المكرونه مع اللحمه اللي هي دي، حطيت اللحمه هتشوفوا دلوقتي قسمتها وحطيتها، شويه الورق الكرنب دول، وكيلو البدنجان ده اشتريته وقورته، وشويه الصلصه اللي باقيين دول، وفلفل، برضو بنحب محشي الفلفل، وعملت حله حلوه كده، بس انا مش عارفه المقطع بتاعها بصراحه راح فين، ورحت ايه، ورحت طبخاها. تمام، حطيتها برضو على البوتاجاز وطبختها. البيت يبقى مليان اكل، ليه؟ لان في اولاد بيرجعوا جعانين عندهم امتحانات، وانا بتاخر في شغلي، وست مش بتشتغل. تمام، عملت كمان طبق سلطه بنجر كده كنت مفرزاه، وطماطم وخيار. عملت كمان طبق البدنجان ده، البدنجانه اللي كنت الاقيها معوجه او فيها حته على الطرف عايزه تتقطع او كلام من ده، قبل ما اقورها توضيبات البرنجان اللي بتطلع منه انا عملتها ايه، حمرتها وحشيتها، وعملت احلى طبق يتاكل بقى بعيش، يتاكل يعني. انا لما رجعت كلت بعيش والحمد لله. خير يبقى موجود في البيت، فكده انت مليت البيت خير بالحاجات اللي عندك اللي انت جايباه. طبعا جبنا بقى الخوخ ده، قلت بقى ايه افرزه كده، بخلي المتماسك شويه على جنب، واللي تعرفين الخوخ روحه بسيطه، واللي مستوي شويه بحطه في طبق لوحده، وبغسل ده وبغسل ده، بحط ده مغسول في التلاجة اللي هو اللي مش مستوي، والمستوي بحاول ان هو يبقى تحت ايدينا ناكله في الاول بعد ما بسقعه طبعا. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، وعايزه اقول لكم ان احنا اتبسطنا جدا واليوم كان جميل، والواحد فرحان كمان ان هو في يوم الاجازه استغله صح، والتفريزات انقذتني ومليت البيت بالخير الحمد لله لطول الاسبوع. مع السلامه.